السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عندنا ربع فرخة هنعمل بيها بقى وجبة مطاعم. هتكفي لو أسرتك 5 أفراد هتكفيهم. يعني بجد موفرة وجميلة جدا جدا، هتعجب الكل ان شاء الله. انا كان عندي صدر الفرخة ده، جبت بصراحة يعني في حدود صدرين. عملت الوصفة بالصدر ده، والصدر الباقي شلته الوصفة تانية. قطعته زي ما انتوا شايفين قطع صغيرة بالحجم ده، وكنت غسلته وكمان نقعته في محلول النقع عبارة عن ملح وسكر، وكمان مية وشرايح من الليمون. بعد كده بعد ما قطعته هشطفه بس تاني شطفة كده علشان التقطيعة من البلانشة وكمان من السكينة ومسكة ايديا، وهحطه في المصفى لغاية ما ينزل كل المية اللي فيه. بعد كده هجيب الخضار بتاعي بقى. انا عندي بصل، عندي حبتين من الطماطم. انا حطيت بصلتين حجمهم كبير، ممكن تصغري في البصل زي ما انتوا حابين. انا حطيت بصلتين قطعتهم صغير كده، ممكن تقطعوهم جوليان. كمان قطعت فلفل اخضر، وقطعت حبايتين من الطماطم زي ما انتوا شايفين كله قطع صغيرة. وبصراحة الفيديو ده انا مصوراه من 3 ايام، وكل ما اجي اسجله يحصل حاجة ما اسجلهوش ومعرفتش انزله خالص. فقررت بقى ان انا اسجله النهاردة علشان انزله لكم. بصراحة الوصفة تستاهل جدا. اليومين دولت الاسعار في ارتفاع رهيب، فقلنا نعمل اكلة المطاعم في البيت بتكلفة ان شاء الله اقل، وبربع فرخة بس هنعمل احلى اكلة مطاعم. انا جبت على النار هنا الطاسة، والحلة التانية انا حطيت فيها شوية من المية وحطيت فيها الملح. هسيب بقى المية دي هسلق فيها المكرونة، فهسيبها لغاية ما تغلي معايا كويس. وفي الطاسة التانية بقى لغاية ما الزيت بتاعها يسخن او السمنة اللي هتحطيها، هنزل بقى بقطع الفراخ. لازم الزيت او المادة الدهنية اللي هنحطها تكون بقى سخنت معايا علشان الفراخ ما تنزلش ميتها. ده بيكون احسن ليها، وكمان بتغير لونها بسرعة. بعد كده بقى مش هقلبها دلوقتي، هديها بس تقليبة. اول ما تبدأ ان هي تاخد لون من تحت هفضل اقلب فيها لغاية ما تبقى لونها كلها يبيض معانا. وهحط عليها البصل، وزي ما قلت لكم عايزين تقللهم او تزودوا في كمية البصل دي راجعة ليكم. انا حطيت بصلتين وحسيت ان هي حلوة قوي ليها، وبعدين البصل لما يبقى فيها زيادة شوية هتبقى برضو طعمة، مش هتبقى وحشة. هسيب بقى البصل لغاية ما يتشوح معايا كده ويبدأ ان هو يدبل. هحط التوابل، هحط ملح، هحط نص معلقة من الفلفل، هحط كمان شوية من الجنزبيل. هحط هنا بقى واللي هتفرق معاها قوي كيس من التوابل بتاع الشاورما. انا هاخد بس في حدود معلقة كبيرة اطعم فيها الفراخ، ما تعرفوش الريحة بقى والطعم حاجة تحفة جدا جدا. بجد توابل الشاورما دي هتفرق جدا في طعم الفراخ معاكم وطعم الوصفة، هتنقلها لحتة تانية خالص. حطيت بقى الفلفل الاخضر، حطيت ممكن تحطوا فلفل الوان لو حابين. عندكم الطماطم، عندنا كمان ممكن تحطوا زيتون لو حابين. متاح تحطوا اي حاجة انتوا بتحبوها. قلبتها. وعلى فكرة الوصفة دي تنفع بالهوت دوج، تنفع باللحمة. لو عندك صدق هتبقى كمان روعة وطعمها خطير جدا. لو عندك حتتين بانيه يكونوا مثلا بايتين عندك هتقطعيهم في الوصفة دي هتبقى حلوة جدا جدا. يعني اي حاجة، حتى الاستريبس هتبقى برضو روعة فيها. جربوا فيها اي حاجة هتبقى حلوة. عندي هنا خلاص بقى انا نقلتها على العين الصغيرة علشان تستوي براحتها على نار هادية. ولو حسيتوا انها نشفت معاكم قوي ممكن تزودوها شوية مية صغيرين. هنا بقى هحط معلقتين كبار من الصلصة، ده حسب رغبتكم، بس هتفرق قوي في طعمها. انا حطيت الصلصة دي، انا كنت عاملاها مفرزاها في الفريزر طماطم وانا مفرزاها، فاخدت منها قبل ما احطها كده في الاكياس. حطيت معلقتين كبار منها، ممكن تحطي معلقة او معلقة ونص من الصلصة المعلبة. هقلبها بقى كده وهسيبها على نار هادية جدا لحد ما تستوي. هنا خلاص المكرونة عندي كمان كانت استوت معايا، وهجيب بقى الطاسة دي علشان اعمل البشاميل. هحط بقى معلقتين كبار من السمنة، وهزود كمان شوية من الزيت. انا دايما بحب احط الزيت مع البشاميل، وبالذات في الشتاء بيبقى كمان عاطي طعم حلو قوي للبشاميل. هحط كمان بقى في حدود 5 معالق من الدقيق. طبعا لو حابين تعملوا البشاميل بدهون اقل من كده، ممكن تضربوا البشاميل اللبن مع الدقيق في الخلاط وتنزلوا بيه مثلا مع معلقة سمنة واحدة بس. ده انتوا لو حابين ان انتوا تقللوا الدهون جدا فيه. كمان البشاميل ده ممكن لو حابين تستغنوا عن اللبن، او ما عندكمش لبن ممكن تحطوا شوربة لو عندكم شوربة بايتة عندكم.
او حافظينها في الفريزر ممكن تحطوا شوربة وتحطوا كمان مع الشوربة شوية من المية بتاعة سلق المكرونة، هتبقى روعة جدا. ونوفر كمان في اللبن لو مش موجود عندكم، مش هنوقف الوصفة. انا حطيت بقى عندي هنا لتر من الحليب حطيته عليهم، وحطيت كمان مكعب من مرقة الدجاج. لو كان عندي شوربة كنت حطيت، كان يبقى افضل بكتير. هزود كمان شوية مية عليهم كده علشان ما يكتلش معايا، وافضل بقى شغالة فيه لحد ما يديني القوام المطلوب. مش عايزاه لا يبقى تقيل قوي ولا يبقى عندي كمان خفيف. وده كمان راجع لذوقكم، يعني لو عايزين البشاميل يبقى جوسي قوي كده في المكرونة ممكن تخلوه خفيف بس مش قوي. حطيت ملح، حطيت فلفل، ممكن طبعا تحطوا رشة من جوز الطيب ده لو حابين. هقلب بقى واظبط الملح بتاعه، وممكن لو عندكم شوية قشطة حطوا عليه، كمان لو عندكم كريمة طبخ حطوا، يعني حسب مقدرتكم حطوا. خلاص المكرونه هنا، المكرونه دي يا جماعه ازيد من نص كيلو، يعني انا حطيت في حدود كيلو الا ربع من المكرونه، علشان انا حابه ان انا اعمل 5 اطباق كده محترمين. ضفت عليهم بقى كميه الفراخ اللي انا حطيتها، وهقلبها بالشكل ده. هو اصلا الطبق لوحده كده ينتاكل جميل جدا من غير بشاميل، يعني لو هتعمليه كده وتحطيه في صينيه هيبقى روعه. عشان كمان القوام بتاع المكرونه يبقى من جوه جوسي كده وحلو، ضفت كده معلقتين 3 من البشاميل. ما انتوش عارفين بيعملوا ايه في الطبق ده، بيبقى روعة جدا، بيخلوه كده الصلصة بتاعته ومن جوه دايبة كده وكريمة. حطيت كمان شوية من الجبنة الموتزاريلا، وده اختياري، انا حطيت بس عشان تبقى بتمط كمان معايا من جوه، لكن لو مش موجود جبنة موتزاريلا بلاشها خالص. قلبت كده، وجبت كمان علشان اعمل جو المطاعم، جبت العلب دي، العلبة دي في حدود 3 جنيه، انا جبت الخمسة يعني في حدود 15 جنيه. بس لو عندكم بقى صينية وعايزين تعملوها حطوا فيها، عندكم طواجن فخار صغيرة كده تعمل كل واحد طاجن، برضو مش هتقول لا، هتبقى جميلة جدا. رصيت بقى كل المكرونة بتاعتي، وما شاء الله اخدت ال5 طواجن ومليانين، وحطيت على وشهم البشاميل. هنا بقى انا زعلت قوي ان البشاميل كانوا شوية، يعني حاولوا ان انتوا تكتروا في البشاميل شوية عشان الوش بتاعه يبقى غرقان كده ويبقى حلو معاكم. حطيت كمان رشة من الجبنة الموتزاريلا، وبعد كده هدخلها الفرن. هرصهم بقى على صاجة الفرن او اي صاجة عندكم. هحطها الاول اشغل عليها من تحت في حدود 10 دقايق او ربع ساعة على نار وسط، وبعد كده بعد ما تغلي معايا وتشكشك كده هحطهم بقى فوق تحت الشواية لغاية ما ياخدوا لون حلو قوي زي اللي هتشوفوه. وبعد ما طلعوا معايا بقى كانت ريحتهم قلبة الدنيا، والله من جوه في الفرن كانت قلبة الدنيا، ما شاء الله اللهم بارك، كانوا حاجة روعة جدا. وقطعت كمان بطاطسيتين بقى شيبسي حمرتهم وهم في الفرن، وكمان قطعت طماطميتين وشوية من الخيار لان ما كانش عندي مخلل. شايفين بقى الجمال، والمكرونة دايبة ازاي فيها، ومطت بقى الموتزاريلا، حاجة روعة روعة روعة. والطبق ده يعني الطبق ده يأكل شخص كبير طبعا، لان انا حاطة كيلو الا ربع من المكرونة، وممكن تعملي كمان كيلو من المكرونة، تعملي نص كيلو من المكرونة على حسب العدد وعلى حسب طبعا الباقي. طبعا الفراخ طبعا انا مقطعاها حتت صغيره، ومش هقول لكم ان هي ماليه الاطباق كلها فراخ، بس فيها كل طبق فيه كميه محترمه من قطع الفراخ. غير ان الطعم اصلا مش محتاج والله فراخ، دي روعه جدا. يعني لو حابين تعملوا الوصفه كمان من غير فراخ وتعملوا تحويجه البصل بالخضار دي بس، هتبقى روعه برضو جدا جدا. خلاص كده خلصنا الفيديو بتاعنا على خير. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير علشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد من الناس والقناة تتشاف. وكمان لو لسه أول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي ما تنسوش الاشتراك في القناة، ده شرف ليا ان انتوا تبقوا من عيلتي وابقى واحدة منكم. ودمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.